السلام عليكم. الفيديو ده هنعمل القرص الناعمة بطريقة بسيطة ومقادير مظبوطة جدا. يعني لو اتبعتي المقادير دي مظبوطة تطلع معاكي ناعمة جدا والعجوة تفضل طرية جواها وطعمها تحفة. يعني مش ببالغ لو قلتلك انها كمان احلى من الجاهزة. يلا على طول نبتدي الوصفة، بس قبل ما نبتدي لو لسه مشتركتيش في القناة ياريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديدة. جبت تمر، حطيت عليه نص كوباية مية وحطيته على النار، ولما طري كده بهرسه بالشوكة. ده افضل كتير من العجوة الجاهزة اللي انا مش عارفة هي اتعملت ازاي، وكمان في نفس الوقت بتبقى اطرى منها بكتير. اوقات لما بنفتح التمر بنلاقي فيه اسود من جوه او اي حاجة، فالافضل ان انتي تعمليه بايدك علشان تبقي عارفة هو اتعمل ازاي. ابر الخميرة، احط معلقة خميرة كبيرة ومعلقة سكر كبيرة وعليهم ربع كوباية مية دافية، وهقلبهم واسيبهم لحد ما يبتدوا يعملوا فقاعات علشان اتاكد من سلامتها. وبعدين هنستخدم 3 كوبايات من دقيق الفاخر متعدد الاغراض، وده يعني تقريبا نص كيلو. وبعدين هنحتاج 3 معالق من السكر البودر، معلقة شمر ومعلقة ينسون مطحونين، وده ممكن تستغني عنه لو مش حباه، بس هو بيخلي طعمها وريحتها حلوة اوي. حطيت كمان معلقة سمسم محمص كبيرة ورشة ملح ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. قلبت المكونات كلها مع بعض، وبعدين ضفت عليها كوباية من الزبدة الصفرا السايحة. يعني مجرد ما تبتدي تسيح حاجة بسيطة بطفي عليها وبسيبها هي بتسيح كلها. يعني ما ينفعش تسيبيها على النار لحد ما تسخن وتغير لونها. بقلب بقى المكونات كلها مع بعض لحد ما الدقيق كله يبقى مغلف بالزبدة. وتمام، على ما ده حصل كانت الخميرة حجمها زاد وعملت فقاعات. هضيفها عليها واقلبها معاها كويس قوي، وانا بخلطها ازود مية لو احتجت حاجة بسيطة. بضيف مية دافية مش سخنة، مش كتير، حبة صغيرين لحد ما يوصل القوام زي ما انت شايفة كده. سهلة في التشكيل، بس ما تكتريش مية قوي علشان ما تطلعش معاكي مش حلو. لان المعجنات اللي بيكون فيها نسبة الزبدة او السمنة كتير زي الكحك والقرص اللي زي دي، لو زودتي فيها المية هتطلع معاكي ناشفة مش ناعمة. ده على عكس طبعا المعجنات اللي انا ببقى محتاجاها تطلع طرية زي الفينو والقرص الطرية وخلية النحل، كل ده انا بزود له المية، بتبقى المادة الدهنية فيها قليلة علشان تطلع معايا طرية. ببتدي اشكلها واحشيها بالعجوة وهي لسه دافية كده، لانك لو سبتيها شوية هتلاقي الزبدة اتجمدت فيها ومش هتعرفي تشكليها بسهولة. قفلي على شكلها كويس وخليها ليها سمك شوية، يعني متخليهاش مبططة قوي، وهحطها في الصينية واسيبها لغاية ما تخمر. لو مستعجلة انها تخمر يعني هتشغلي الفرن حاجة بسيطة لغاية ما يكون دافي بس، وهتحطيها فيه علشان تخمر. وانا بحب احط عليها بيكنج باودر علشان المعجنات اللي بيبقى فيها مادة دهنية كتير مش بتخمر بسهولة. لما بتحطي بيكنج باودر بتبقي متأكدة انها مش هتطلع معاكي مكتومة. بعد ما خمرت سخنت الفرن على درجة حرارة 170 ودخلتها الفرن لحد ما خدت لون ذهبي من تحت، وبعدين شغلت عليها الشواية. وطبعا الشواية في ثواني بتخلي اللون ذهبي من فوق كمان، ونطفي عليها ونخرجها على طول. تسيبيها لحد ما تبرد خالص وتبتدي تمسك، وبعدين بتشيليها في علبة محكمة الغلق. لو شلتيها على طول وهي دافية شوية او لسه فيها طراوة بسيطة ممكن تبوظ منك. تمام، والطريقة دي هتخليها تطلع معاكي ناعمة والعجوة طرية زي ما انت شايفة حتى لو شلتيها في التلاجة. اتمنى تجربي الوصفة وتقوليلي رأيك فيها، ولو عجبك الفيديو متنسيش الاشتراك في القناة علشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديدة. وشكرا، السلام عليكم.